الفترة اللي احنا فيها دي اكتر فترة هتلاقي فيها اطفال كتير جدا تعبانة، عندها سخونية، عندها رشح، عندها زكام، عندها عطس، عندها كحة. مش بس كده، عندها صداع شديد وارتفاع في درجات الحرارة سواء كانوا حتى اطفال او كبار. والمشكلة ان ارتفاع درجة الحرارة او الحرارة ما بتنزلش سواء باستخدام خوافض الحرارة العادية، كمان بيحس بتكسير في الجسم ورعشة. والحرارة مش بتنزل سواء استخدمت خافض الحرارة او استخدمت مضاد الفيروسات او استخدمت دواء مضاد للبكتيريا او الالتهابات البكتيريه. ودي الاعراض اللي احنا بنقول عليها الفيروس المخلوي التنفسي الار اس في، مش دور البرد المنتشر زي الناس ما مسمياه. المشكله ان الفيروس ده احد متحورات الجهاز التنفسي اللي بتنتشر او بتزيد في اختلاف درجات الحراره. يعني امبارح والنهارده لقينا الجو بدا يمطر، الحراره بدات تنزل، الامطار موجوده، الجو بدا يبرد. فاختلاف درجات الحراره ده بيساعد على تحور الفيروس او انتشار الفيروس بصوره كبيره جدا في الفتره دي بالذات. اهم حاجه ان احنا ما نقلقش، ما نكبرش الموضوع. العلاج بتاع الفيروس المخلوي التنفسي او الاعراض اللي قلنا عليها ديت بيبقى علاج تحفظي، بندي علاج للاعراض فقط. يعني لو عنده كحه بندي علاج للكحه، عنده سخونيه بندي علاج للسخونيه، عنده نشر تكسير في الجسم بندي مسكن وخافض للحراره. بس المشكله ان في اطفال كتير او حتى البالغين ما بيستجيبوش للعلاج او للقراص اللي بياخدوها، بيحتاجوا محاليل خارجيه خافضه للحراره اللي هي الباراسيتامول زي الانجكتمول او البرفلجان، وبالتالي بيتحجزوا في المستشفى علشان نحل مشكله ارتفاع درجات الحراره. كمان الكورتيزون مهم جدا في علاج الار اس في او الفيروس المخلوي التنفسي او الاعراض اللي موجوده، بس لازم يكون تحت اشراف طبيب ويكون استخدام صح. ما ينفعش الام تستخدمه من نفسها زي ما بتعمل كل مره لما بتيجي اعراض كحه او حساسيه للطفل تروح الصيدليه وتستخدم الدواء اللي فيه كورتيزون لحد ما الكحه تخف. المره دي لا، لازم اشراف طبيب واشراف صيدلي على العلاج اللي الطفل بتاعك بياخده او ابنك يكون بيستخدمه. التشخيص اهم حاجه في الموضوع دوت. لو الاعراض دي كانت موجوده في الاطفال او الكبار وما استجابش للعلاج اللي بياخده، لازم تزور الطبيب بتاعك. لازم التشخيص الاول، ان التشخيص اول خطوه في العلاج، وبناء على التشخيص هيتعالج ابنك ويستخدم كورس العلاج صح. الفيروس سريع الانتشار في الفتره ديت، نهتم بالادويه بتاعه المناعه بتاعه الاطفال اللي عندها حساسيه صدريه او عندها ربو، تستخدم ادويه المناعه وتستخدم الادويه اللي قلنا عليها اللي هي بتحفز جهاز المناعه في الحلقات اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها، ارجعوا فيها هتلاقوها. يا رب يكونوا اطفالنا كلهم بخير. ما تنساش تعمل لايك وشير وتدعي لي، وشكرا.